هو السينما صناعة من صناعات الترفيه، زيها زي الكورة، زي الفيديو جيم، زي أي حاجة ممكن ترفه علينا، لكن احنا فعلا محتاجين نشوف نوعية جديدة من الأفلام. وفيلم عزيرو حاول جاهدا إن هو يقدم نوع جديد من الدراما. فمساء الفل عليكم في قناتكم قناة ماستر سين، أنا مايكل عاطف، وهنتكلم حالا مع بعض عن فيلم عزيرو. بقول لك ايه يا كابتن، الفيلم ده قصة ولا مناظر؟ مناظر. احلى من الشرف مفيش. بحبك يا ستموني مهما الناس لموني. انا بابا يلا. الفيلم من تأليف مدحت العدل، والإنتاج لجمال وأحمد العدل، أما الإخراج لمحمد العدل. ومندو العدل أو محمد العدل هو مخرج شاب وليه أعمال كتير أوي مميزة، واللي فيكم تابع عملة نادرة السنة اللي فاتت بتاع نيلي كريم هيعرف قد إيه هو مخرج شاطر وبيعرف يعمل صورة حلوة أوي. فيلمنا من بطولة محمد رمضان ونيلي كريم والطفل موهوب جدا منذر مهران. وطبعا كلنا فاكرين الطفل ده لأن كان ليه مشهد مشهور جدا مع أحمد أمين في مسلسل جزيرة غمام. تعالوا بقى نتكلم عن القصة. بتدور أحداث القصة حوالين حمزة الشهير بدراجون وابنه يوسف اللي بيكتشف فجأة ان ابنه مريض، ومريض بمرض خطير ومحتاج يعالجه، لكن هو اب على قد حاله معهوش فلوس يعالجه، وعشان يتعالج على نفقة الدولة محتاج ياخد دوره في الطابور الطويل قوي وقدامه سنة ونص. فبيضطر حمزة او دراجون يلجأ لاساليب كتير شرعية وغير شرعية. وزي ما اتعودنا تعالوا نتكلم عن الايجابيات والسلبيات عشان ما اطولش عليكم. بالنسبة لي من ايجابيات الفيلم هو بعد محمد رمضان عن الستايل المعهود بتاعه، بعد عن ستايل الاكشن واتجه اكتر للدراما. احنا النهارده بنشوف محمد رمضان كممثل، الراجل بيلعب دور اب قلبه مخطوف على ابنه، حرفيا كل مشاعره قدرت توصل لي، خصوصا ان انا اب وحاسس باللي هو بيحاول يقدمه، ويمكن انا حسيت بمشاعره اكتر لان انا مريت بتجربه زي دي بس مع ابويا، ويمكن اتكلمت عن الموضوع ده في حلقه موضوع عائلي اللي انا مثبتها في اول القناه. فمحمد رمضان كان بيراهن على قدراته التمثيليه. هو الفيلم ممكن ما يكونش كل حد ويمكن الناس مستنيه حاجه تانية منه، لكن هو باين من الاعلان قوي ان هو اكشنه قليل، باين قوي ان هو بيلعب في حته تانية. ومحمد رمضان قدر يتميز في النقطه دي وبين لنا قد ايه هو ممثل حلو جدا في الفيلم ده. تاني ميزه معايا في الفيلم ان الفيلم بيناقش قضيه، ويمكن مش قضيه واحده، دول كذا قضيه، اهمهم او ابرزهم هي قضيه المرض، الناس الغلابه اللي مش عارفه تتعالج. لو انت معكش فلوس مش هتقدر تتعالج لان علاج الكانسر والامراض دي مكلف جدا، وعلى الرغم ان الدوله فيها علاج على حسابها، لكن قدامك طابور طويل ممكن يعدي السنه والسنتين. الموضوع فعلا صعب وكان محتاج يتصعب، وانا بحيي مندو العدل ومحمد رمضان ان هم اشتغلوا على القضيه دي. ده دور السينما اللي المفروض يبقى بارز وواضح. في افلام غيرت حاجات كتير في حياتنا، فيلم جعلوني مجرما غير في القانون بتاع الصحيفه الجنائيه، خلى اول قضيه ما تظهرش في الفيش، انما انت لو اجرمت تاني فخلاص بقيت مجرم فتاني قضيه تظهر. لولا فيلم جعلوني مجرما ما كانش القانون ده اتحط. وبرده فريد شوقي غير في فيلم كلمه شرف، من غير ما اتكلم في تفاصيل الافلام، بس هو ده هدف السينما. في مشكله في المجتمع وضحها واشتغل عليها. هي صناعه ترفيهيه وكل حاجه، بس لازم يبقى في حدوته هادفه. من وقت للتاني بنحتاج نترك الابواب ونتكلم عن المواضيع الخطيره دي. فانا من وجهه نظري برده ان الفيلم قدر يعمل ده بجزء بسيط جدا، وده يخليني حالا اتنقل على السلبيات. بس قبل ما اتكلم على السلبيات براحتي حابب اشيد برده بنيلي كريم اللي كان دورها حلو قوي وادائها مميز جدا. تجسيد نيلي كريم كان محترم قوي وحلو قوي. تعالوا بقى نتنقل عن السلبيات بسرعه لانها جزء من الايجابيات اصلا. وانا بتفرج على الفيلم حسيت ان الناس مش عايزه تعمل فيلم سوداوي درامي 100%. السينما للترفيه وكل حاجه، بس ايه المشكله لما تعرض الحقيقه كامله؟ ايه المشكله لما تعمل ذا بريسيت اوف هابينس؟ انت اوريدي واخد حته او واخد فكره او متاثر بيه لما اتطرد من بيتهم وعملتها في الفيلم، مفيش اي مشكله انك تكمل بنفس الطريقه. اعرض المشكله زي ما هي. انا كان عندي مشكله كبيره جدا وانا بتفرج على الفيلم، وجي مشهد المفروض الاب بيحلق لابنه شعره عشان عنده لوكيميا. المشهد ده انت تقدر تعمل منه حرفيا ماستر سين يعيش سنين طويله، لكن انت اقحمت عليه اغنيه خرجتني وفصلتني بره المود. انا قاعد في السينما عايش حاله البطل، حاله الاب اللي قلبه وجعه على ابنه، اب فقير معهوش فلوس مش عارف يعالج ابنه ازاي، فجاه لقى ابنه شعره بيقع من العلاج الكيماوي. ويمكن انا كنت حاسس بالموضوع قوي لان انا اعرف حد عمل كده، ابنه تعب وجاله كانسر وحلق شعره هو وابنه. شفناها في افلام كتير برضه. انت قررت تعملها واتاثرت بيها، اعملها صح، ما تدخليش اغنيه شعب تفصلني. الاغنيه بالنسبه لي كانت في غير محلها، محاوله اضافه البهجه في غير مناطقها كانت في غير محلها. الفيلم ده كان ممكن يبقى ايكونيك، يبقى في حته تانية، يبقى علامه في تاريخ محمد رمضان، علامه مهمه. مش لازم نخرج باغنيتين ونضحك الناس. ده رايي الشخصي، ممكن يكون المخرج له وجهه نظر تانية انا بحترمها، بس انا شايف ان الافضل كان يحصل كده. الناس هتخرج متنكده وتقول له منك اللي انا نكدت علينا، بس الفيلم هيلمس قلب كل واحد. لو حد مسؤول شاف الفيلم هيشتغل على النقطه دي، هيطور فيها. هقول لك يعني ايه سنه ونص انتظار
انتحار لطفل عنده لوكيميا. ما هو الفيلم والسينما والحدوته لو ما وصلوش الرساله زي ما انت عايز توصلها يبقى في حاجه غلط. انت بمحاوله اضافه البهجه شويه في الفيلم فصلتني، في حين ان انا يمكن كنت عايش معاك كل لحظه، كنت متاثر بكل دمعه انت بتنزلها. محمد رمضان موهوب وقدر يوصل لي احساسه، يمكن عشان انا اب وعندي اطفال، يمكن عشان انا عشت ده مع ابويا الله يرحمه، يمكن عشان شفته مع ناس اعرفهم من قريب، يمكن حاجات كتير قوي، بس المهم ان انا وصل لي كل حاجه هو بيعملها. انما في لحظه المشهد بتاع حلقه الشعر ده انا اتفصلت. الاغنيه غير موفقه تماما، انما محاوله الاب جاهدا ان هو يعالج ابنه فعلا باي طريقه ممكنه ده طبيعي، ده منطقي، انا قدرت احس ده فعلا. انا كنت كل اللي بتمناه ان احنا نبروز الموضوع ده اكتر من كده، حتى لو هيبقى فيه جرعه نكد اكتر. الكوميديا بتاعت اسلام ابراهيم كانت في وقت كتير قوي في غير محلها. اول مره اسلام احسه مش في المود، ما احسوش بيضحكني، يمكن عشان مود الفيلم كئيب وهو بيحاول يقحم افيهات فما كانتش جايه برضه. هو لا خلاف على موهبه اسلام، بس المود بتاع الفيلم ما كانش محتاج كوميديا. صدقني من وجهه نظري انت لو كنت مشيت في خط درامي كئيب ومكمل كده ومره واحده عملت نهايه حلوه الموضوع كان هيختلف. بقولها تاني، محاوله اقحام البهجه في خط درامي كله نكد فاشله، محاوله فاشله. انا مستني فيلم لمحمد رمضان يورينا فعلا مهاراته التمثيليه. معلش اتفقت او اختلفت معاه، محمد رمضان غول تمثيل حرفيا. الراجل ده ممثل جامد جدا، جاله ورق حلو اشتغل عليه بقى صح. عايز اقول لك ان انت لو كنت عملت خط درامي من اوله لاخره نكد، يعني النهايه كمان مأساويه، كنت هتوصل رساله قويه جدا. ولو كنت حابب ان انت ما تخليش الفيلم كئيب والناس خارجه زعلانه منك ومحدش خارج من السينما دموعه على خده ومتشحتف، وعملت برضه نهايه حلوه، برضه كنت هتوصل رساله، مش بنفس قوه الرساله الاولى، لكن الرساله كانت هتوصل. انما الازمه هنا اللي بنتكلم فيها ايه؟ ان انت بتحاول تحشر الضحك والبهجه وسط الفيلم. انا ده اعتراضي الوحيد على الفيلم، غير كده لا، انا التجربه عجباني وعجبني ان محمد رمضان خرج بره طوب بقى الكينج والسيطره والاكشن والهارلي والمارلي والكلام ده. مبسوط اني شايف قدامي ممثل، شايف رياكشنات، شايف انفعالات، شايف ان هو محطوط في موقف مش عارف يجيب فلوس منين، يمشي في الحرام ولا يعمل ايه. الموضوع ده اسمه الاحساس المركب، ان انت اب وفي نفس الوقت مش عايز تمشي حرام بس ابنك هيموت مثلا. موضوع حلو وفرصه الممثل ما بتجيش كل يوم، مش كل يوم هيجي لك الدور ده. محمد رمضان انا من وجهه نظري تاني بعدها لك، كان لازم تستغل الدور ده احسن من كده بكتير. هو ممكن ما يكونش ذنبك، ذنب المخرج، ذنب المؤلف، وات ايفر، كرو كله اتفق ان ما يخليش الفيلم كئيب، وجهه نظر مفهومه ومقبوله، لكن انا ما كنتش احب اشوف الفيلم كده. يعني انا لو الورق ده معايا انا هعمله بطريقه ثانيه خالص. طبعا في شويه سلبيات ثانيه، ان هو عدم تنازل محمد رمضان عن ان هو سوبر هيرو. في مشهد اولاني كده بيعمل حركه فوق السوبر هيرو بشويه، خرج قانون الجاذبيه ومن قانون تاني كان ممكن برضه تتصور وتوصل نفس الهدف ونفس الغرض بطريقه ثانيه خالص. مش عايز احرق لك المشهد، بس انت لما تشوف الفيلم هتفهمه. في النهايه الفيلم حلو ولطيف جدا، تقدر تروح تتفرج عليه في السينما، بس مش هيدخلك في المود بتاع الكوميديا ولا الاكشن اللي انت مستنيه. لو انت عايز تضحك والكلام ده الفيلم ده مش ليك. عايز تتفرج على اكشن وضرب وتكسير برضه الفيلم ده مش ليك. الفيلم ده في حته ثانيه وبيناقش موضوع ثاني خالص، لكنه فيلم حلو ويستاهل ان انت تروح تتفرج عليه في السينما. تقييمي للفيلم هو 6.5 من 10، عشان خاطر موضوع الاغنيه اللي غنوها وهم في حاله المفروض دراميه سيئه جدا، وخصوصا الاب ممكن يبقى في حاله نفسيه متدمره. بس ما علينا، لحد هنا تكون خلصت حلقتنا. لو عجبك الفيديو بقى لايك وشير وسبسكرايب وشارك في القناه عشان تساعدني اكبر، لان انا مش هكبر غير بيك انت.